متابعين الاعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكه الموز البارده. معايا موز بالشكل ده، غسلته طبعا ونشفته كويس جدا. بدات اخرطه بالشكل ده وعصرت عليه عصره ليمونه كده عشان ما يتاكسدش معايا من الهواء. وبعد كده اخدتهم معايا هرصهم هنا طبعا بشكل دائري. طبعا انا بعد ما دهنت سمنه طبعا لازم ادهنه كويس عشان لما اجي اقلب الكيكه تبقى كل المكونات خالصه معايا. فانا اخدتهم معايا هنا ورصيتهم، وبعد كده بدأت اجهز للخليط اللي احنا هنستخدمه معانا كصوص. دي 2 معلقة لبن بودر و2 معلقة سكر، وكمان معايا 2 معلقة كاكاو. ده حضراتكم كاكاو خام. ومعايا معلقة نسكافيه، وكمان معايا 2 معلقة نشا و2 معلقة كاسترد، كلهم على بعض مكونات بالشكل ده. وقلبتهم، وكمان اخدت عليهم لتر من المية. انا ما حطيتش لبن هنا لان احنا معانا اللبن مجفف. وبعد كده بعد ما قلبتهم خدتهم على النار، اتمزجوا كده وبقوا بالشكل اللذيذ ده. ده صوص كراميل، انا بطعم بيه الموزة على اساس يبقى لها طعم طبعا، وفي نفس الوقت يغلفها برضو. رشيت صوص الكراميل بالشكل ده. كان بارد معايا الخليط، خدته معايا كده وبدأت أرش طبعا لغاية ما أخدت نص الكمية بالظبط. وبعد كده هيبقى معانا بسكويت الشاي. هي كده دخلت التلاجة الأول، جمدت شوية، وبعد كده بدأت أرص البسكويت بالشكل ده. الطبقة التانية يعني بقى معايا البسكويت أخد معايا الشكل ده. بدأت طبعا أخد نص الخليط المتبقي عندي. طبعا انا كنت مغلفاه كويس لان احنا لو سيبناه كده في الهواء وشه هينشف ويجلد معانا وهيبقى مش حلو. بدأت احط باقي الخليط بالشكل ده. وطبعا كده بعد ما الكيكة جهزت هدخلها الفريزر لمدة تقريبا 2 ساعة بالظبط. بعد كده طبعا ده جوز هند حضراتكم شايفينه، دول معلقتين في طاسة كده من غير سمنة من غير زيت من غير اي حاجة. طبعا اهدي النار، لازم اهدي النار على اساس جوز الهند ما بيستحملش طبعا نار عالية ويتحروق. بدأت حمسته. ودي الكيكة بعد ما خرجت من الفريزر اهي منظرها جميل. الموز طبعا لذيذ معاها. اي حلة بنحط فيه موز طعم الموز بيتغير تماما وبيروح في حتة تانية خالص، بيبقى له طعم لذيذ جدا. بدأت طبعا ازين الكيكة بجوز الهند اللي انا حمصته بالشكل ده من الجوانب. وكمان ممكن لو حابين نحط حاجة برضو على وش الكيكة للتزيين برضو عادي مفيش مشكلة. بس هو الموز بصراحة كافي جدا، يعني هو منظره ما شاء الله منظره جميل. يعني انا حطيت حبتين برضو من جوز الهند اللي متحمص كده، يعني على اساس برضو اللي حابب او مش حابب. كيكة جميلة جدا، باردة لذيذة مغذية، بالهنا والشفا ليكوا يا رب وللي جرب. ما تنسوش حبايبي تفعلوا زر الجرس، تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم ان شاء الله كل جديد منا. ودايما ودمتم في رعاية